السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي وعيلتي وناسي، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة جيدة واسعد حال. يا رب اهم حاجة راحة البال والصحة والستر. يا رب يا رب يا حبايبي. اوعوا تنسوا تصلوا على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. استغفر الله العظيم واتوب اليك. جددوا ايمانكم بشهادة ان لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. اذكروا الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. حبايبي وعيلتي وناسي، شكرا على التعليقات الحلوه، شكرا انتم دمتم في حياتي، شكرا لحبايبي اللي نوروني، واتمنى عيلتي تكبر اكتر واكتر فضلا وليس امرا. النهارده هنتكلم عن مين؟ عن الفنان الكبير علي الشريف، وازاي كان ازاي ساب كليه الهندسه وليه اتحول لكليه تجاره، وليه كان ممنوع ان هو يتعين او ينتخب او يفضل في اي حزب من الاحزاب، وليه اعتقل 6 سنوات. واحده واحده. اولا الفنان الكبير علي الشريف، رغم ملامحه الحاده هذا خلق الله، ورغم ان هو ازاي كان بيطلع في الافلام والمسلسلات شرير ومعلم شرير، وكان ازاي بيطلع يبلك ان هو طبيعته شريرة، لانه كان غير كده خالص، لانه هو كان في الحقيقة انسان طيب وجميل، كان ما بيصدق يخلص عمله عشان يروح لولاده ال6. كان ازاي انسان وكان ازاي همه الشعب، وكان ازاي كان اهتمامه بالشعب، وده كان سبب في اعتقاله 6 سنوات. الفنان الكبير علي الشريف، زوجته بتحكي عن لسانه، بس اهم حاجة هو من مواليد 3 يناير 1934 وتوفى 11 فبراير 1987، يعني كان عنده من 53 سنة ل 54 سنة. الفنان الكبير علي الشريف، زوجته خضرة محمد بتقول انه كان اطيب انسان واجدع حد. بتقول عرفته ازاي؟ كان بيذاكر لها في الثانوية العامة وعمره كان ضعف عمرها بالظبط، يعني هي كان عندها 18 سنة وبيذاكر لها وهو كان عنده 36 سنة. بتقول ان هو كان من طلاب كلية الهندسة، لكن هو باختياره حول نفسه من كلية الهندسة لكلية التجارة عشان يتفرغ للسياسة. كان كل همه امور السياسة، كان كل همه احوال الشعب، وازاي الشعب كان احواله، وازاي كان يعني متتبع ايه اخباره. الفنان الكبير علي الشريف بيقول ان هي لما كان بيذاكر لها اتقدم لها، لما حاول يتقدم لها اهله رفضوه ليه؟ عشان هو كان خايفين منه، وكان خايفين بسبب ان هو انشغاله بالسياسة. فهي اتحايلت عليهم وقالت لهم انا مش هتجوز الا هو، وبالفعل هو اهلها اضطروا يوافقوا عليه، لكن كان بشرط ان هو قبل ما يكون لازم يكون ممثل، ان هو اهم حاجة عندهم يكون موظف، وبالفعل حاول واتوظف. اعتقل 6 سنوات قبل زواجهم، وكان من اهم اصحابه كان الفنان الكبير ابو بكر عزت، والفنان الكبير عزت العلايلي، والفنانه الكبيره سعاد حسني، وكان في ذلك الوقت زوجها علي بدرخان، المخرج علي بدرخان، وكان من اهم اصحابه عادل امام وسعيد صالح. اعتقل 6 سنوات، وبيقول ان هو كان اثناء الاعتقال كان هو والسجناء بيحب يسلوا نفسهم، وعملوا مسرحيه وقام بدور سيده. بتقول ان كان معاه السيناريست والكاتب حسن فؤاد، وسمى ابنه حسن على اسم هذا الكاتب. وبتقول ان هو كان اول ما خرج تزوجني، وبعد ما تزوجني انجبت منه 6 اطفال، 3 اولاد و3 بنات. ابنه الكبير حسن، وسماه على اسم السيناريست والكاتب حسن فؤاد، وهو معاه كان ابنه خد عنه مهنة التمثيل. وابنه الثاني حسين وراح وسافر على امريكا وهو مهندس، وبنته زينب بكالوريوس تجارة، وابنه علي زين العابدين، وهو كان بيحب يسمي اولاده تيمنا ويعني انتسابه للبيت. وعلي زين العابدين ده كان معاه بكالوريوس تربية، وكان بطل في الجودو في مصر. وبنته أسماء وفاطمة الزهراء كانوا مهندسين، وكل ولاده دول يعني كان ربهم على أحسن مستوى. كان كل همه أول ما يخرج ويخلص العمل كان يطلع ويجري على طول علشان
يروح لولاده. اهم حاجة كانت ولاده، ان هو يجمعهم حواليه. بتقول ان يوم ما ماتوا كان ليه من المفترض ان كان ليه دور في مسرحية عشان خاطر عيونك، بس هو كان مخلص بروفاتها، لكن هو ما مثلش فيها، لكن خلص البروفات وما تمش ان هو يعني يمثلها، ما كانش له نصيب. بتقول ان هو في اليوم ده كان بيحب جدا، قارئ وعنده ثقافة عالية جدا، كان كل اهتمامه ان هو بيحب ان هو عن الصحابة، يعني يقرأ عن الصحابة وآل البيت. كان في اليوم ده معاه كتاب استشهاد الحسيني، فبيقول وهو بيقراه بعد ما قراه فصاروا أول استشهاد الحسين وتعصب جدا وجاله القولون العصبي وعرق وتصبب عرق. وبتقول ان هو حاولنا نوديه للطبيب واحنا بنوديه قال لها اقعدي خلاص انا بموت، خلاص انا في البرزخ، انا جاي لكم يا آل البيت. وقال لاولاده اوعوا تروحوا المدرسه ولا مراته اوعي تروحي الشغل، انا في البرزخ وبموت خلاص. وهي دي كان يوم ما ماتوا وتوفى، ويا رب يرحمه ويرحم جميع امواتنا المسلمين. حبايبي وعيلتي الناس، يا رب يكون الفيديو عجبكم. اوعوا تنسوا تصلوا على الحبيب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حبايبي وعيلتي وناسي، شكرا وهتوحشوني.